الاهلي بيستغل خسارة الزمالك قدام اسوان وبيفوز على بيراميدز 3-0. في ليلة ابو ليلى الجوكر عمرو السولية بيقدر يسجل هدفين احلى من بعض. في بس كده معلومة للي ما يعرفش يعني، عمرو السولية ليه اسمين، ابو ليلى عشان اسم بنته ربنا يشفيها له بتعمل عملية جراحية، والجوكر على اسم احمد ناصر الجوكر مغني الراب اللي بيحب الراب يعني اللي بيفهم فيه، اللي هو بيغني طول وعرض عشنا ما عرفناش نوسطن، عملنا دماغ مش فاكرينها اصلا، وكبرنا يا اسطى كبرنا يا اسطى، بقينا نمشي ونحوش حق المواصلة. من اغنية يا اسطى، اغنية يا اسطى، اغنية يا اسطى. واحنا كنا بنتكلم في ايه؟ الاهلي وبيراميدز. المهم يعني عمرو السولية سجل هدفين حلوين. الهدف الاول في الدقيقة 19 من تسديدة صاروخ ما قدرش حارس مرمى بيراميدز احمد الشناوي يعمل فيها اي حاجة. والتاني في الدقيقة 66 من ركنية بيسددها عمرو السولية من فوق حارس مرمى بيراميدز احمد الشناوي. وفي اخر دقيقة في المباراة بيعرض حسين الشحات كورة، فبدل ما يطلعها مدافع بيراميدز احمد سامي بيدخلها في نفسه بالغلط، وبتنتهي المباراة بفوز الاهلي على بيراميدز 3-0. وبكده الاهلي بيعود للصدارة ب 27 نقطة بفارق 3 نقط عن نادي الزمالك، وبيراميدز في المركز الرابع ب 20 نقطة. والمباراة الجاية للاهلي هتبقى يوم الخميس الساعة 5 قدام نادي انبي. وشكرا.